بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلمنا في حلقات سابقة عن كذا الجوريزم للسورتنج الجوريزمز. اتكلمنا عن السلكشن سورت، واتكلمنا عن البابل سورت، واتكلمنا عن الانسيرشن سورت. والتلاتة الجوريزمز دولت كانوا اوردر اوف ان سكوير. وقلنا ان اوردر اوف ان سكوير ده كبير شوية، يعني ده وحش شوية، فبنحاول ان احنا ندور على الجوريزم تاني يكون اسرع شوية من ان سكوير. النهارده هنتكلم عن الميرج سورت. ده رابع الجوريزم هنتكلم عنه، رابع سورتنج الجوريزم هنتكلم عنه. قبل ما نبدا نشرح الميرج سورت هنشرح بروبلم بسرعه كده، ميرجنج بروبلم، وبعد كده نشوف ازاي ممكن نستخدم البروبلم ديت عشان نعمل بيها الميرج سورت. اول حاجه البروبلم بتاعتي بتقول لو انا عندي اتنين ليست، دي ليست اولانيه ودي ليست تانية. الاتنين ليست دول سورتد، يعني الليست الاولانيه دي هتلاقيها سورتد، هتلاقي 5 8 15 30 فهي سورتد. وعندك ليست تانية 3 9 12 20 40 50 برضو الليستة التانية دهيت سورتد، فدي سورتد لوحدها ودي سورتد لوحدها. لو عندي اتنين سورتد ليست زي دولت وعايز اعمل لهم ميرجنج، عايز اعمل لهم ميرج، اجمعهم في ليست واحدة، عايز اجمعهم في ليست واحدة كبيرة. يعني مثلا الليست الاولانية ديت فيها 4 elements والليست التانية دي فيها 6 elements، عايز اجمعهم في ليستة واحدة كبيرة طولها 10 فيها 10 elements، بحيث تكون الليستة دي برضو sorted. يعني مثلا تجيلي التلاتة وبعد كده الخمسة، بعد كده التمانية، بعد كده التسعة، بعد كده الاتناشر، بعد كده الخمستاشر، بعد كده التلاتين بعد كده العشرين الأول، بعد كده التلاتين، بعد كده الأربعين، بعد كده الخمسين. عايز أميرج أو أجمع الاتنين ليست السورتد دولت في ليست واحدة تكون برضو sorted. ازاي ممكن نعمل حاجة زي كده؟ فكر كده. انا عايز انزل الاول التلاتة وبعد كده الخمسة وبعد كده التمانية وبعد كده التسعة. ازاي ممكن نعمل حاجة زي كده؟ تعالوا نشوف. هبدأ الاول هيبقى عندي اتنين ريفرنس على اول الليست الاولانية اسمه مثلا L1، وريفرنس على اول الليست التانية اسمه مثلا L2، وهبدأ ابص اقارن الفاليو اللي L1 بيشاور عليها بالفاليو اللي L2 بيشاور عليها، والاصغر فيهم انزله في الليسته اللي انا عايز اطلعها سورتد في الاخر. فمين اصغر، التلاتة ولا الخمسة؟ التلاتة اصغر. هقوم منزل التلاتة في الليسته، يبقى هي المفروض تبقى في الليسته ديت التلاتة قبل الخمسة. هقوم منزل التلاتة وحرك ال2 دهيت خطوة قدام. هقوم محرك ال2 بدل ما هو كان بيشاور هنا اخليه يشاور هنا. هحرك ال2 خطوة. بما ان انا نزلت الفاليو اللي في ال2 هحرك ال2 خطوة واقارن مين اصغر، الفاليو اللي في L1 ولا الفاليو اللي في L2. هل مين اصغر، الخمسة ولا التسعة؟ الخمسة اصغر. هقوم منزل الخمسة في المكان اللي بعد مني، وبعد ما انزل الخمسة اقوم بما ان انا حركت نزلت الحاجة اللي L1 بيشاور عليها هحرك L1 خطوة. اخلي L1 تشاور على التمانية، وبعدين نفس الطريقة اقارن الفاليو اللي L1 بتشاور عليها والفاليو اللي L2 بتشاور عليها. مين اصغر، التمانية ولا التسعة؟ التمانية اصغر، يبقى نزل التمانية وحرك مين بقى، L1 ولا L2؟ حرك L1 لان انا نزلت الفاليو اللي L1 بتشاور عليها. اقوم محرك L1 خطوة. فهننقل L1 نخليها تشاور بعد كده على الخانة اللي وراها اللي هي ال15، ونكمل نشوف نقارن هل الفاليو اللي L1 بتشاور عليها اصغر ولا L2. هنلاقي التسعة اصغر من 15، فنقوم منزلين التسعة. نزلنا التسعة اللي هي L2 بتشاور عليها، نقوم مخلين L2 تشاور على الخانة اللي وراها، تشاور على ال12، ونقارن برضو 12 ولا 15. 12 اصغر، نقوم منزلين ال12 ونحرك ال2 خطوة كمان، خليها شاور على 20. بعد كده 15 ولا 20؟
15 طبعا هننزل 15 ونحرك ال L1. فال L1 تشاور على 30 ولا 20 وال L2 حركها خطوة. فال L2 تشاور على ال40. بعد كده 30 ولا 40 هننزل 30. نزلنا 30 يبقى هنحرك ال L1 خطوة. طيب دلوقتي الليست خلصت خلاص. هنودي ال L1 فين؟ L1 تشاور على اي حاجة، تشاور على ايه؟ على null مثلا. طيب نقارن بقى النل ولا ال40. خلاص يعني لو هنا في null يبقى خلاص، يبقى اكيد هياخد الحاجة التانية. ولو كانت ال L2 بتشاور على null يبقى اكيد هناخد الاولانية. طول ما في واحدة بنل خلاص. لو وصلنا للنل اصلا يبقى انا امشي على التاني اللي فاضل ده كله انزله، يعني انزل ال40 وال50 بقى مرة واحدة خلاص. انزل ال40 وانزل ال50 ليست لحد اخرها وخلاص. او ان انا برضو امشي 40 اقارنها بالنل، لا ال40 تكسب، انزل 40 وامشي الاتنين خطوة بتشغل 50 مع النل 50 تكسب، انزل ال50. يبقى يا اما لما الاقي نل خلاص امسك التاني كله انزله، او ان انا امشي برضو خطوة بخطوة كده بس اقارن مع اشوف لو هي بنل يبقى انزل التاني. كده احنا عملنا ميرجنج، طلعنا في الاخر الاتنين ليست دولت، جمعناهم في ليست واحدة، وليست الواحدة دي سورتد كلها على بعضها، هتلاقيها مترتبة 3 5 8 9 12 15 20 30 40 50. يبقى لما كان عندي ليست سورتد وليست تانية سورتد برضو، عرفت اعمل لهم ميرجنج مع بعض في ليست واحدة سورتد. طيب عملية الميرجنج دي خدت مني اوردر اوف كام؟ انا دلوقتي اللي عملته ده اسمه ميرجنج تو سورتد ليستس. الميرجنج ده اوردر اوف كام؟ تمام، الميرجنج ده هيبقى اوردر اوف ان، على اعتبار ان ال n هو مجموع الاتنين ليست. يعني مثلا هنا 4 و6 يبقى ال n بتاعتي ب10. ازاي اوردر اوف n؟ لان انا كل مره بتحرك خطوه الخطوه يا اما من على الليست واحد يا اما من على الليست ايه، من على الليست 2. كل مره بتحرك خطوه يبقى هلف على الاري دي مره وهلف على الاري دي مره، فتبقى اوردر اوف n على اعتبار ان الليست اللي في الاخر انا بطلعها دي اللينس بتاعها n. فالميرجنج اقدر اعمل ميرجنج لتو sorted list في order of n. دي كانت اول بروبلم اللي هنستخدمها بعد كده علشان نشوف الميرج سورت. البروبلم دي كانت بتعمل ايه؟ كانت بتعمل ميرجنج لتو sorted lists. عندي 2 lists sorted، اقدر اعمل لهم ميرجنج في واحده كبيره في order of n. طيب تعالوا بقى نتنقل للميرج سورت ونشوف ازاي الميرج سورت ممكن يستفيد من حركه الميرجنج دهيت. ففكره الميرج سورت ان انا مثلا لو عندي array مثلا طولها وليكن 16، في مثلا فيها 16 element، عايز اعمل لها sorting. فكره الميرج سورت بتقول لك ان انت تقسم الاري ديت نصين، كل واحد فيهم مثلا 8، خد النص الاولاني ده اعمل له سورت، وخد النص التاني اعمل له سورت، ومرجهم هما الاثنين بعد كده بنفس طريقه الميرجنج اللي شفناها من شويه. يبقى الميرج سورت هيقسم الليست لاتنين ليست، ويعمل دي سورت ويعمل دي سورت، وبعد كده يعمل لهم هما الاثنين ايه، ميرجنج. طيب يعني مثلا لو انا عندي ليست طولها 16 هيقسمها لاتنين ليستس، كويس، واحده طولها 8 والتانية برضو طولها 8 بالنص، كويس، ويعمل دي سورت ويعمل دي سورت، وبعد ما يسورتهم يمرجهم هما الاثنين. طب يسورت ازاي الليست اللي طولها 8 ديت؟ هيقسمها لاتنين ليست تانيين، واحدة طولها 4 والتانية طولها 4، يسورتهم ويمرجهم هما الاثنين مع بعض بعد كده. طيب اللي طولها 4 دي سورتها ازاي؟ هيقسمها لاتنين تانيين، 2، واحدة طولها 2 والتانية طولها 2، يسورت دي ويسورت دي ويمرجهم بعد كده. طيب نفس الكلام يسورت ازاي اللي طولها 2؟ هيقسمها لاتنين، واحدة طولها 1 والتانية طولها 1، يمرجهم وتبقى هي ديت السورت دهيت. طيب ازاي يسورت الواحد؟ خلاص هي اي حاجة فيها element واحد فيها سورتد، يعني انت لو عندك ليست فيها element واحد بس فهي كده
ذاتها سورتد، فدي سورتد ودي سورتد، يعمل لهم ميرجنج مع بعض، يقوم طلع له كام؟ واحده سورتد طولها 2. طيب واللي كانت طولها 2 يبقى خلاص دي كده خلصها بقت سورتد. طب ودي سورتها ازاي؟ برضه نفس الكلام، يقسمها، واحده طولها 1 وواحده طولها 1. دي كده اي حاجه فيها اليمنت واحد تبقى سورتد، يبقى دي سورتد ودي سورتد، يمرجهم مع بعض تطلع له دي كمان ايه؟ سورتد. بقى عنده دي سورتد وعنده دي سورتد، يمرجهم مع بعض تيجي له دي سورتد. طيب يجي هنا ازاي الاربعه ديت يسورتها؟ نفس الكلام، يقسمها 2، واحده طولها 2 والتانيه طولها 2، يسورت دي ويسورت دي. يسورت ازاي ديت؟ يقسمها 1 1، يمرج الاتنين مع بعض يطلع له دي سورتد. خلاص على دي. طب دي سورتها ازاي؟ يقسمها برضو 2 1 و1، يمرجهم مع بعض تطلع له دي سورتد. بقوا الاتنين سورتد، يمرجهم مع بعض تطلع له دي سورتد. يمرج الاربعه دي مع الاربعه دي يبقى كده سورت مين؟ ال8. زي ما عمل القصه دي هيعملها على ال8 دول برضو، يقسم ال8 ل4 و4، وكل 4 فيهم تتقسم ل2 وهكذا لحد ما ايه؟ ما يرجع له دي كمان سورتد. يمرج الاتنين مع بعض ترجع له ال16 سورتد. فالميرج سورت بيمسك الليسته يقسمها نصين، يقول لكل واحده فيهم سورتي نفسك، وبعد ما دي تبقى سورتد ودي تبقى سورتد يمرجهم مع بعض يبقى يرجع له في الاخر الكبيره كلها سورتد. طيب لو احنا لاحظنا هنلاقي طبعا ان انت هنا ديت قسمتها 2 وقلت الاولانيه سورتي نفسك، راحت مقسمه نفسها، وهكذا وهكذا وهكذا. ده اللي هو ايه؟ دي فكره الريكيرجن. فكره الريكيرجن ان هو بيمسك الليست الكبيره يقول لها سورتي نفسك. تسورت نفسها ازاي؟ تنادي سورت تاني، نفس الميثود تناديها تاني، او نفس الفانكشن تناديها تاني على النص الاولاني والنص التاني، وبعد ما يرجعوا هما الاثنين اللي راجع تعمل له ميرج. طب دي تسورته ازاي؟ تنادي ريكيرسيف سورت تاني على دي، على النص الاولاني والنص التاني، واللي يرجع تعمل له ميرجنج وهكذا. فهي ايه؟ فهي ريكيرسيف. طيب تعالوا نشوف اكزامبل لليسته عايزين نسورتها ونشوف ازاي الميرج سورت هيعمل لها سورتنج. احنا كده فهمنا فكره الميرج سورت، ان هو بيمسك الليسته يقسمها نصين، يقول لكل واحده فيهم سورتي نفسك، وبعد كده النتيجه السورتد دي والنتيجه السورتد دي يعملوا ميرج مع بعض تطلع له الكبيره. تعالوا نشوف اكزامبل بقى ازاي ممكن ابلاي ميرج سورت على ليست. لو انا مثلا عندي ليست دهيت فيها الارقام دي 26 5 77 1 61 11 59 15 48 19، عايز اعمل لها سورتنج، عايز اعمل سورتنج للليست ديت. الميرج سورت هيعمل ايه؟ هيمسك الليست يقسمها نصين من هنا كده مثلا، يقسمها كده نصين، يقول النص ده الليست دي سورتي نفسك والليست دي سورتي نفسك، وبعد كده يعمل لهم ميرجنج. طيب فهيعمل ايه؟ هيقوم مقسمها نصين. ادي النص الاولاني مثلا هيبقى فيه ال26 وال5 وال77 والواحد وال61، والليست التانية هيبقى فيها 11 و59 و15 و48 وال19. هيقول لي دي سورتي نفسك ويقول لي دي سورتي نفسك، وبعد كده يمرجهم. طب دي سورتي نفسها ازاي؟ نفس الكلام، هتقسم نفسها نصين مثلا كده، تاخد 3 في ليست و2 في ليست تاني، فدي تتقسم لليستتين، ليست فيها 26 وال5 وال77، وليست تانية فيها الواحد وال61. هيقول لي دي سورتي نفسك وهيقول لي دي سورتي نفسك، وبعد كده يمرجهم. طب دي سورتي نفسها ازاي؟ تقسم نفسها برضو مثلا نصين كده، واحدة 26 و5 والتانية فيها 77. يجي على دي، بص احنا عمالين ننادي ريكيرسيف، لو تاخد بالك احنا عمالين ننادي ريكيرسيف. ديت نادت ريكيرسيف على ديت، وديت راح مناديه على النص الاولاني، النص الاولاني راح منادي على اللي جوه، وهكذا عمال نادي ايه؟ ريكيرسيف. دي هتعمل ايه؟ هتقسم نفسها نصين، هتقول له سورت دي وسورت دي، وبعد كده يمرج. طيب سورت دي ازاي؟ هينادي 26 يقول لها سورتي نفسك، وهيقول نادي ال5 سورتي نفسك. طيب 26 هتسورت نفسها، هترجع ايه؟ هترجع 26، صح ولا لا؟
جميل. فهتقوم راجعه لي 26 ديت زي ما هي كده كانها بقت ايه، بقت sorted. هيرجع لي 26 خلاص اي حاجه فيها element واحد هي sorted. نفس الكلام على الخمسه عشان تسورت نفسها، هي حاجه بتتكون من element واحد يبقى هترجع نفسها. ده اللي هو في الريكيرسيف كنا في الاول يبقى في كونديشن اللي هو بيقول لك امتى ترجع من الترمينيشن، يعني امتى تقفل الريكيرجن. فالكونديشن بتاعنا ان انت لو اللينس بتاع السورت الليست اللي انت بتعمل لها سورت بواحد، فمعنى كده ان هي ترجع نفسها. فهيصبح عندي 2 ليست كل واحده فيهم سورت، دي سورتد ودي سورتد. خلاص انت عملت سورتنج لدي وعملت سورتنج لدي، تعمل لهم ميرجنج مع بعض. هتعمل لهم ميرجنج ازاي؟ الالجوريزم اللي شفناه في اول الحلقه. يبقى عندك هنا حاجه بتشاور على L1 وحاجه بتشاور على L2. هياخد الصغير فيهم. مين الصغير؟ هيبقى ال5. يبقى هيطلع لي هنا حاجه جديده، يبقى هتعمل لها سورتنج دلوقتي. هيديني ليست جديده. مين الصغير؟ ال5. يبقى هنزل ال5 واحرك الريفرنس على اللي بعد منها. خلاص انا وصلت النل مفيش حاجه، يبقى هنزل ال26. فكده عملت سورتنج للحته دي ل 26 و5. الجزء ده عملت له سورتنج بقى 5 26. طيب عملت سورت للنص ده، فاضل لي النص التاني. النص التاني يجي يسورت نفسه يشوف انا اللينس بتاعي بكام، بواحد. خلاص يبقى هرجع نفسي. تقوم ال 77 دي مرجعه نفسها. ونعمل ميرج للليست دي والليست دي ازاي؟ هيبقى في ريفرنس بيشاور على اول هنا L1 وحاجه بتشاور على L2 صح؟ والنتيجه هترجع في الليست اللي فوق دي. يبقى عندي هنا دي الليسته اللي هحط فيها النتيجه، هتتكون من 3. اول حاجه L1 وال L2. مين الصغير؟ ال5. يبقى ننزل ال5 ونخلي L1 تشاور على اللي بعدها اللي هي 26. مين اصغر؟ 26 ولا 77؟ 26. يبقى هنزل ال26 وال1 تشاور على اللي بعدها اللي هو النل. خلاص بعد ما تحط النل يبقى هنزل كل الباقيين هنا اهوت اللي هي ال77. يبقى انا عملت سورتنج للجزء ده بقى 5 26 77. طيب اجي النص التاني اللي هو هنا ده اللي انا كنت مناديه. الريكيرجن يجي يقول له سورت الجزء ده. هيجي هنا اهوت الريكيرجن عايز سورت دي اللينس بواحد، لا. يقوم يعمل ايه؟ يقوم مقسمها. يقوم مقسم ديت لواحد والكام وال61. يجي يسورت دي من element واحد ودي من element واحد صح؟ خلاص يبقى معنى كده ان هو هيعمل ايه؟ هرجع نفسه. دي هترجع نفسها ودي هترجع نفسها. فيقوم الواحد ترجع نفسها وال61 ترجع نفسها. يعمل ميرجنج للاتنين برضو. هيبقى هنا في L1 وال2 يميرجوا مع بعضيهم. هيميرجوا في اللي فوق. مين الأصغر؟ الواحد ينزل وده يشاور على النل. مين الأصغر؟ طبعا وصلت للنل يبقى تنزل الباقيين 61. يبقى انت عملت سورتنج كمان للايه؟ للجزء ده. عملت سورتنج لدي وعملت سورتنج لدي، تمرجهم هما الاتنين يطلع لك اللي فين؟ اللي فوق ده. هي تعالوا نمرجها. الميرجنج انت هنا دي طولها 3 و2 يبقى مجموعهم 5. يبقى انت هتطلع ليست طولها 5. عندك L1 واقف هنا وL2 واقف هنا. هنشوف مين الأصغر. الواحد يبقى ينزل الواحد ونحرك الريفرنس واحد. ال5 ولا ال61؟ لا ال5. هنقوم منزلين 5 والL1 يشيروا على اللي بعد منه. 26 ولا 61؟ 26. هنقوم منزلين 26 والريفرنس L1 يشيروا على اللي بعد منه. 61 ولا 77؟ لا ال61. هنقوم منزلين ال61 والريفرنس بتاعها ينزل على النل. خلاص يبقى ننزل الباقي اللي هي ال77. كده احنا عملنا سورت لنص الليست الاولاني. عايزين نسورت نص الليست الايه؟ التاني. لو خدنا بالنا احنا رحنا بالريكيرجن نزلنا وبعد كده رجعنا تاني لحد ما عملنا سورت للجزء ده. نبدا نعمل سورت للجزء ده. هنسورته ازاي؟ نفس الطريقه اللي سورتنا بيها النص الاولاني بالريكيرجن. هنيجي ديت بعد ما انزل دي هقسمها نصين، هتبقى نصين كده. يبقى عندي ليست فيها 11 و59 و15.
وليست تانية فيها ال48 وال19. دي هتيجي تصورت نفسها، هتقوم قسمها برضو بالنص، يبقى عندها ليست فيها ال11 وال59، وواحدة تانية فيها ال15. دي تيجي تصورت نفسها، هتقسم نفسها 2 11 و59. ال11 لما يجي صورت نفسه خلاص دي حاجة السايز بتاعها 1، يقوم تقوم ايه مرجع نفسها، هقوم مرجع ال11 خلاص دي sorted. ودي برضو 59 السايز بتاعها 1، هقوم شايل ال59 ومرجع نفسي. الاتنين دول sorted 11 وال59، دي ليست لوحدها sorted والليست دي لوحدها sorted. همرجيهم مع بعض في واحدة كبيرة، تمام. هيقوم عامل لي لستة السايز بتاعها 2، ال1 واقف هنا، ال2 واقف هنا، الصغير مين 11، انزل ال11 واحرك الريفرنس. خلاص وصلت النل، يبقى اخد ال59. كده انا عملت سورت للجزء ده النص الاولاني. اروح اسورت بقى النص التاني. 15 دي السايز بتاعها 1، يبقى هترجع نفسها، تقوم مرجعها لي ال15. امرج الليست دي مع الليست دي. الليست الاولانيه واقفه ال1 على ال11، ال2 واقفين على ال15، ونتيجه الميرجنج هنطلعه في واحده كبيره فوق السايز بتاعها 3. مين الاصغر 11 ولا 15؟ 11 هنزل 11 والال1 تمشي خطوه. 15 ولا 59؟ لا 15. والال2 تمشي خطوه. وصلت النل او منزل ال59. كده انا عملت سورت للنص الاولاني. الريكيرجن خلاص خلص، دي اتعمل لها سورتنج. الريكيرجن هيروح يحاول يسورت النص التاني اللي هو دهوت ال48 وال19. هيقسم ال48 وال19 لجزئين، واحده فيها 48 وواحده فيها ال19. 48 هتلاقي نفسها السايز بتاعها 1، هتقوم مرجعه نفسها. وال19 نفس الكلام، هتلاقي السايز بتاعها 1، فهتقوم مرجع نفسها. نعمل ميرج للاتنين. مين الأصغر 19 ولا ال48؟ لا ال19 أصغر. هنقوم حاطين ال19 الأول ونمشي ال2 خطوة. وصلنا النل هننزل ال1 48. كده انا عملت سورت للجزء ده وعملت سورت للجزء ده. همرجيهم هما الاتنين في واحدة كبيرة. السايز بتاعها هيبقى 5. عندي ال1 واقف على 11، ال2 واقف على 19. مين الأصغر 11؟ هنزل 11 وحرك ال1 خطوة. 15 ولا 19؟ لا 15. هنزل 15 وحرك ال1 خطوة. 19 ولا 59؟ ال19 هنزل 19 وحرك ال2 خطوة. 48 ولا 59؟ لا 48. هنزل ال48 وحرك ال2 خطوة. وصلت للنل هنزل ال59. كده رجعنا للاري الكبيرة خالص في الأول، الليست اللي في الأول خالص. عملت سورت للنص الأولاني وعملت سورت للنص التاني من الليست. فاضل آخر حاجة خالص بقى نعملها إن احنا نمرج الاتنين ليست دولت مع بعض. هنقوم عاملين ميرجنج في ليست واحدة كبيرة هيرجع فيها النتيجة كلها. عندي ال1 واقفة على 1، ال2 واقفة على 11. مين الأصغر 1؟ هنزل ال1 وحرك ال1 خطوة. 5 ولا 11؟ لا 5. 5 نزلها وحرك ال1 خطوة. 26 ولا 11؟ 11 أصغر. هنزل 11 وحرك ال2 خطوة. 15 ولا 26؟ لا 15 أصغر. هنزل 15 وحرك ال2 خطوة. 19 ولا 26؟ 19 أصغر. هنزل 19 وحرك ال2. 48 ولا 26؟ 26. نزل 26 وحرك ال1 خطوة.
61 ولا 48؟ 48 اصغر، نازل 48 وحرك ال 2 خطوة. 59 ولا 61؟ 59 اصغر، نازل 59 واتحرك خطوة. وصلت للنل، هنزل بقية ال واحد كلها. ال واحد كانت واقفة على 61 وبعد منها في 77. كده احنا عملنا سورتنج للليست كلها: 1 5 11 15 19 26 48 59 61 77. عملنا ليست سورتنج للليست كلها. عملنا لها سورتنج ازاي؟ بالميرج سورت. مسكنا الليست اللي كانت موجوده عندي اللي مش سورتد في الاول، قسمناها نصين، عملنا سورتنج للنص الاولاني وعملنا سورتنج للنص الثاني. وبعد ما عملنا سورتنج للنص الاولاني والنص الثاني عملنا لهم ميرج مع بعضيهم، طلعت لي لسته سورتد في الاخر. ده كان الميرج سورت. فكرته ان هو بيقسم الليست لتو ليستس، كل بالنص مثلا يقسم الليسته لاثنين ليستس، يعمل سورت لكل واحده فيهم، وبعد ما يعمل لهم سورتنج يعمل لهم ميرج. طيب لو عايزين نحسب بقى الكومبلكسيتي بتاعت الميرج سورت، بياخد اوردر اوف كام؟ نشوف ازاي هنحسبها. الميرج سورت بيعمل ايه؟ الميرج سورت بيمسك اول حاجه الليست، يقعد يقسمها يقسمها يقسمها، يمسك الاولانيه ديت يقسمها 2، وكل واحده فيها يقسمها 2 يقسمها 2 وهكذا. يفضل وهو نازل كده عمال يقسم في الايه؟ في الليست لحد ما يوصل لليست طولها 1. طيب بينزل كام خطوه تحت؟ بينزل كام ليفل لتحت وهو بيقسم؟ مش دي شبه الباينري تري؟ الباينري تري اللي كانت بتقعد تنزل، كل ما تنزل 2 تنزل 2 تنزل 2. دي كانها باينري تري، كان انا قسمت دي ودي كده 2 ودي 2 ودي 2، كانها هي فعلا عباره عن باينري تري. صح ولا لا؟ جميل. طب الباينري تري بيبقى اللينس بتاعها كام؟ لو انت طولك ان فكان بينزل تحت، ايوه لوج ان، يبقى انا هنزل تحت لوج ان خطوه، لوج ان ليفل او لوج ان ستيب. يعني انا لو عندي ليست طولها 8 هتلاقيك ان انت بتنزل 3 خطوات. لو انت عندك ليست طولها 16 بتنزل 4 خطوات. لو عندك ليست طولها 32 يبقى بتنزل كام؟ 5 خطوات. 64 بتنزل 6 خطوات. فانت بتنزل كل مره تحت ليفل. بتنزل كام ليفل؟ بتنزل لوج ان ليفل. لو انت عندك الان هنا 10، الان بتاعتنا كانت 10، تمام؟ في اللوج ان يديلك يديك 4. نزلنا 4 ليفلز، نزلنا ليفل 2 3 4، نزلنا 4 ليفلز. جميل. لو كان عندك مثلا 20 يبقى كنا هننزل مثلا ايه؟ 5 ليفلز. فاحنا بننزل تحت لوج ان. طيب وجوه كل ليفل بنعمل ايه؟ جوه كل ليفل بنعمل ميرج. عملنا ميرج لدي مع دي، وعملنا ميرج لدي مع دي، ودي مع دي، وعملنا هنا في ليفل تاني دي مع دي ودي مع دي ودي مع دي وهكذا. صح؟ طيب نمسك ليفل. اول ليفل الميرجنج اللي احنا عملناه هنا ده، مش احنا في الاول خالص في اول السيشن اتفقنا ان الاوردر بتاع الميرج بيبقى اوردر اوف ان. يعني هنا اهوت انت عندك 5 وعندك 5، الميرجنج بتاعهم هيبقى كام؟ هيبقى كانه 10، اللي هو كام؟ 10 ده اللي هو الان في الاخر. صح ولا لا؟ فهنا انت اخدت ان. طب وفي الليفل التاني خدت قد ايه؟ عملت ميرج لل3 مع ال2 يديك 5، و3 مع 2 تانيين 5. صح؟ يبقى دي هتعمل 5 مقارنات ودي هتعمل 5 مقارنات، يبقى مجموعهم كام؟ 10 برضو. طيب نشوف الليفل التالت. عملت هنا 2 وواحدة 3، يبقى هنا عندك 3، وهنا عملت 2. صح؟ يبقى كده 5، وهنا 3 يبقى 8 و2 10. فانت برضو هنا في الليفل التالت عملت برضو لفيت 10 لفات، او لفيت على 10 انتريز اللي هو ان برضو، وهكذا. فانت في كل ليفل بتعمل كام؟ بتعمل ان كومباريزون. صح ولا لا؟ جميل. يبقى انت عندك لوج ان ليفل، وفي كل واحد فيهم بتعمل ان كومباريزون. يبقى انت التوتال بتاعك بتعمل قد ايه؟ كام كومباريزون؟ يبقى بتعمل ان في لوج ان. انا عندي لوج ان ليفل 4 ليفلز مثلا، وكل ليفل فيهم بعمل 10 كومباريزون. يبقى انا بعمل كام؟ لو انا عندي 4 ليفل كل ليفل فيه 10 كومباريزونز، يبقى انا في الاخر بعمل 4 في 10 يعني بعمل 40 كومباريزون. يبقى الكومبلكسيتي بتاعت الميرج سورت هي اوردر اوف ان لوج
ان. ان مضروبة في لوج ان. طب هل ان لوج ان اصغر من ان سكوير اللي شفناها في الالجوريزمز اللي فاتت؟ طبعا. مش اللوج ان اصغر من الان، يبقى اكيد ما هي ان دي ما هي الا ان في ان. ماشي. فاكيد واللوج ان اصغر من الان، يبقى اكيد ان لوج ان ديت اصغر من الان في ان. جميل. فالميرج سورت طلع ان هو في الاخر اسرع من السلكشن والبابل والانسيرشن سورتس اللي كانوا بياخدوا ان سكوير. هو لا، هنا بياخد ان لوج ان بس. فالميرج سورت اسرع من الالجوريزمز اللي شفناها قبل كده. الكومبلكس بتاعته ان لوج ان. فكرته ان هو بيقسم الليست لاتنين ليست، كل ليست فيهم يعمل لها سورت مع نفسها، وبعد ما يدي سورت مع نفسها ودي سورت مع نفسها يعمل لهم ميرجنج. طب ازاي دي السورت نفسها؟ هتقسم نفسها برضو اتنين وهكذا. فانت لو عندك ليست طولها مليون هتقسم نفسها لتو ليست، واحده نص مليون والتانيه نص مليون، كل واحده فيهم تسورت نفسها. تسورت نفسها ازاي؟ تقسم نفسها ربع مليون وربع مليون وهكذا لحد ما في الاخر توصل لواحد وواحد. الواحد وواحد دلوقتي ايه؟ كل واحده فيهم هي في حد نفسها سورتد ودي في حد نفسها سورتد، ممكن نمرجهم مع بعض في واحده فوق سورتد. فميزه الميرج سورت ان هو اسرع من الالجوريزمز الثانيه، بيخلص في ان لوج ان، بس اكيد ليه عيوب. ايه الديس ادفانتجز بتاعت الميرج سورت؟ اول حاجه ان هو مش ذكي، بلايند الجوريزم. يعني ايه؟ يعني انا لو مديله لسته سورتد زي الليسته اللي قدامي دي مثلا، هيعمل نفس الايفورت اللي كان هيعمله لو هي مش سورتد. هياخدها يقسمها اتنين، وكل واحده فيهم يقسمها اتنين وهكذا، ويعمل الميرجنج ويطلع وهكذا. فهو مش هيفهم لو كانت الليسته دي سورتد او مش سورتد. هو الجوريزم غبي بيمشي على خطوات معينه وخلاص. مش زي البابل سورت مثلا. البابل سورت كان لو لف لفه من غير ما يعمل ولا سوابنج كان بيفهم ان هو كده خلص، فيخلص بسرعه. لكن الميرج سورت لا، ما بيفهمش. الميرج سورت بيفضل ماشي سواء كانت سورتد او مش سورتد، مش هيعرف ان هي سورتد ولا لا. فالايفورت اللي هيعمله لو هي سورتد هو نفسه الايفورت اللي هيعمله لو هي مش سورتد. فده اول عيب في الميرج سورت. تاني مشكله في الميرج سورت ان هو بيحتاج ميموري زياده. ليه بيحتاج ميموري زياده؟ لان عمليه الميرجنج انت بيبقى عندك اتنين ليست، مثلا الليست دي والليست دي، عايز تعمل لهم ميرجنج. هتعمل ايه؟ لازم تحجز ميموري فاضيه كان السايز بتاعها مجموع الاتنين، وتقعد تمرج بقى ايه فيها الاتنين دول مع بعض. فانت لو عندك الليست بتاعتك طولها مليون، هتحتاج ليست تانية طولها مليون تكون فاضيه عشان تعرف تعمل فيها الايه؟ الميرجنج. تاني لو انا عندي مثلا ليست كان زي ليست زي دهيت 5، ودي ليست تانية طولها 5 برضو، عايز اعمل ميرج للاتنين، كنا بنعمل ايه؟ كنا بنعمل ليست فاضيه في الاول طولها مجموع الاتنين 10 يعني، واقعد امرج فيها اللي هنا واللي هنا، واحنا عمالين نتنقل بالال واحد والال اتنين كنت بمرج فيها. فانا هنا في الميرج سورت بحتاج ميموري ضعف الميموري اللي موجود عندي. يعني لو الليست بتاعتي طولها مليون، فانا محتاج ميموري معايا تانية طولها مليون علشان اعرف اعمل فيها الميرجنج. على عكس الالجوريزمز التانية اللي كنا شفناها قبل كده، ما كانتش بتحتاج اي ميموري زياده، كان مجرد تحتاج فاريبلز صغيره يعني، لكن كانت بتسورت ان بليس، ما بتحتاجش ميموري زياده تسورت فيها. لكن الميرج سورت مشكلته من ضمن عيوبه ان هو بيحتاج ميموري زياده علشان يعرف يعمل فيها الميرجنج. لكن ده على حساب ايه؟ هو بيستهلك سبيس على بس في مقابل كده بيديني بيرفورمانس اعلى، بيخلص اسرع من الطرق التانية، وخصوصا لو كانت الان كبيره. ده كان الميرج سورت. تاني ببساطه عملنا ايه فيه؟ لما بيبقى عندي لسته باخدها بقسمها نصين، اعمل سورت للاولانيه وسورت للثانيه، وبعد كده اعمل لهم ميرجنج. طيب الميرجنج كان بيبقى في اوردر في كام؟ الميرجنج بتاع تو ليست كان بيبقى اوردر اوف ان. فانا بمسك الليست ديت بقسمها اتنين، او لا سورتي نفسك. طب سورتي نفسها ازاي؟ تقسم نفسها برضو اتنين، وكل واحده فيهم تقسم نفسها وهكذا. الريكيرجن ده كان بيريتيرن امتى؟ لما يوصل للسايز بتاع الليست بواحد، ساعتها بيرجع نفسه، وكان بعد كده بيعمل ميرجنج للاثنين ليست دولت، وبعد كده يمرج الاثنين دولت وهكذا لحد ما اوصل في الاخر ان انا اوصل لواحده سورتد. ميزه الميرج سورت ان هو كان اسرع من الالجوريزمز الثانيه اللي كانت بتاخد ان سكوير، لان الميرج سورت بياخد بس ان لوج ان، لكن ده كان على حساب الميموري، ان هو بيحتاج ميموري قد طول الليست اللي هو بيعمل لها سورتنج. وكان على حساب ان هو مش ذكي برضو، ان هو لو كانت الليست سورتد او مش سورتد هيعمل نفس الايفورت اللي كان هيعمله. ده كان الميرج سورت. ده كان
من اهم السورتنج الجوريزمز اللي احنا شفناها لحد دلوقتي، هو محقق احسن من الانسيرشن والسلكشن والبابل سورت. في الحلقات الجايه هنشوف برضو الجوريزمز تانية ممكن تكون برضو في نفس مستوى الميرج سورت من ناحيه البرفورمانس او احسن منه شويه.